بابا اخرته معاكي ايه؟ لا بابا اللي بجد، مش اللي بتقولي له يا بابا. كنت قاعده مع صحابي وصحاب صحابي، واذ فجاه واحده زعلانه ومتضايقه ان باباها مش موافق ان هي تسافر الجونه مع اصحابها لمده 4 ايام، وبتقول المساله مش مساله فلوس، بس هي مش عارفه هو رافض ليه. والدنيا قلبت معاها عياط وصعبانيات، والناس عماله تهدي فيها ويقولوا لها ما تزعليش، باباكي ممكن يكون شايف حاجه انت ما انتش شايفاها. بعد الموقف ده بقى في رايين، قبل ما اقولهم لك قولي رايك انت الاول في الكومنتات. الاول مثلا ان يبقى عندك 24 سنه ولسه بتطلبي الطلبات دي من اهلك، وممكن تكوني بتشتغلي وممكن لا، بس لو بتشتغلي فانت مسؤوله انك تغطي كل احتياجاتك الضروريه ورفاهيات كمان، وكل ده في حاله ان مرتبك مكفيكي. طبعا ما فيش حد مرتبه بيكفيه، وممكن تكوني محتاجه مساعده اهلك بس في وقت الزنقه بس، مش الرفاهيات. طب لو مش بتشتغلي يبقى تلمي نفسك وتطلبي من اهلك الحاجات الضروريه بس، اما الرفاهيات تحوشي بقى من مصروفك، دوري على شغل يكفي احتياجاتك ورفاهياتك. ما هو ما تبقيش في السن ده ومش بتشتغلي ولا حتى تحاولي تدوري على شغل، لا ولسه عايزه اهلك يصرفوا عليكي في كل طلباتك، يا مرك يا ميار. في بقى اللي يقولك ان دور الاهل ان هم يصرفوا عليها ويلبوا احتياجاتها. هقول مظبوط، ده دور الاهل فعلا، ده في فتره تعليمها بس لحد ما تتخرج، واحده واحده لازم تبتدي تشتغل وتعتمد على نفسها وتبقى مسؤوله عن تلبيه احتياجاتها. الراي التاني بقى بيقول ايه؟ ان اهلك يكونوا مقتدرين ماديا وانت مش عاوزه تشتغل، بس ده عادي يعني، في حد يلاقي الدلع وما يتدلعش، ده في حاله انك ما تكونيش بتضغطي على اهلك وهم فعلا مقتدرين ماديا، فعادي تدلعي وتبسطي واطلبي حتى لو بتشتغل، عشان الشغل مهم في تحقيق حاجات كتير ذاتيا ونفسيا بغض النظر عن الماديات. حاجه تانية بقى، لو انت عايزه تعيشي حياه معينه في مستوى معين لازم تتعبي وتشتغلي علشان توصلي للمستوى ده. اهلك علموكي وصرفوا في تعليمك علشان انت تشتغلي شغلانه كويسه وتعيشي العيشه اللي انت نفسك توصلي، لكن ما ينفعش تعلي من مستواكي على حساب اهلك ومستواهم المادي، وخصوصا لو مستواهم المادي ما بيسمحش ولا بطموحاتك ولا بتفكيرك. حققي اللي نفسك فيه بس عن طريق تعبك انت، ومفيش مانع طبعا نعتمد على اهالينا ونتسند عليهم، بس لو مستواهم يسمح بده. ما ترهقيش اهلك ماديا، يدعمونا نفسيا وماديا في وقت الزنقات بس ما ينفعش يكون ده الطبيعي والمسلم بيه.